لو انت عندك مشكلة في كتفك لازم تعمل تمارين لتقوية عضلات حزام الكتف، شولدر جيردل سترينثينج اكسرسايز. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى خالق مفصل الكتف ده اكتر مفصل ليه مدى حركي في الجسم كله، تقريبا 360 درجة. في المدى الحركي الواسع ده ثبات المفصل معتمد على العضلات الخارجية وعلى الأربطة والأوتار الداخلية للمفصل. العضلات الخارجية اللي كلنا عارفينها عند بتوع كمان الأجسام كده، عضلة البنش الكبيرة، عضلة الدلتويد أو عضلة الكتف الكبيرة، عضلة الباي، عضلات لوح الكتف من ورا. كل ما تكون العضلات دي قوية كل ما الأوتار والأربطة الداخلية للمفصل نايمة ومبسوطة ومستريحة ومفيش عليها أي حمل. لكن تعالى نعكس بقى، نجيب واحدة ست بيت في الأربعينات بتشيل حاجات تقيلة وبتنظف في البيت وكتفها يطق منها، لأن الأربطة الداخلية وأوتار الكتف هي اللي قايمة بكل الحمل عشان ما عندهاش أي عضلات لحزام الكتف. طب العيانة دي لو بعتناها تعمل علاج طبيعي وتقوية لعضلات حزام الكتف، بالتالي العضلات دي هتقوى فهتشيل الحمل من على أوتار الكتف الداخلية اللي عادة بيحصل فيها القطع وبيحصل فيها الالتهابات وبيحصل فيها المشاكل اللي بنضطر نعمل لها عملية بالمنظار عشان نصلح قطع وتر الكتف. فبالتالي حضرتك لو بتعاني من وجع في الكتف او عندك التهاب في اوتار الكتف او عندك قطع جزئي في اوتار الكتف، ساعتها لازم ان انت تقوي العضلات بتاعه حزام الكتف. طيب لو عملنا عمليه، حتى العلاج الطبيعي بعد العمليه من اهم الحاجات فيه تقويه لعضلات حزام الكتف. دي حاجه مهمه جدا ولازمه مفيش منها مفر لاي عيان عنده مشاكل في كتفه. بمناسبة الكلام عن العمليات، دايما بنقول ان العملية هي الحل الاخير ما بنبدأش بيها، وان النسبة الاقل هي اللي تعوز العملية، النسبة الاكبر هي اللي ترتاح وتستجيب من غير العملية. وفي الختام افتكروا دايما ان الامل موجود، وسلام عليكم.